السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في الجزء الثاني عن إحصائيات المنتخبات العربية في كأس العالم قبل انطلاق مونديال قطر 2022. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن شوية إحصائيات حلوين كده عن المنتخبات العربية. النهاردة إن شاء الله هنحاول نلم لكم ونكمل برضه وننهي جميع الإحصائيات النهاردة قبل مونديال قطر 2022. إن شاء الله هتبقى في المنتخبات العربية متألقة إن شاء الله كده. لو جينا اتكلمنا عن بعض إحصائيات المنتخبات كان لأن المنتخب السعودي أول بلد عربي آسيوي تصل للدور الثاني. كان عندنا احنا طبعا أول دولة عربية أفريقية تصل للدور الثاني كانت المغرب. هنا أول دولة عربية آسيوية تصل للدور الثاني كانت السعودية في مونديال 94 في أمريكا. السعودية برضو معها رقم اللي هي أول بلد عربي تصل 3 مرات متتالية لكأس عالم، ومعها برضو الرقم اللي هي أول بلد عربية تصل 4 مرات متتالية لكأس عالم. يعني بصراحة السعودية في الأرقام ديت ماسكة نفسها يعني وعاملة إنجازات حلوة يعني كان أول منتخب يصل 3 مرات، وأول منتخب يصل 4 مرات، وأول بلد عربي آسيوي تصل للدور الثاني كان في أمريكا 94. يعني السعودية برضو لها حاجات حلوة برضو في المونديال زي المغرب والجزائر، وإن شاء الله برضو مصر في السنة الجاية برضو هيبقى لها أرقام برضو وحاجات كده يعني تشرف العرب وتشرف المصريين. الجزائر يعتبر المنتخب العربي الوحيد اللي حقق أكبر فوز 4-2 على كوريا الجنوبية، وهو أول فريق يفوز على فريق أوروبي لما فاز على ألمانيا 2-1. يعني هو أول من فاز على فريق أوروبي لما فاز على ألمانيا 2-1، وأول منتخب عربي يفوز بنتيجة كبيرة كانت 4-2 على كوريا الجنوبية. يعني برضو دي من الإحصائيات والحاجات الجميلة. المغرب لو جينا كده برضو منتخب المغرب معانا رقم حلو ليه برضو اللي هو أكتر فريق أحرز. لا لو جينا اللي قبلها للسعودية حتى عشان خلينا في الوحش الأول، لأن السعودية أكتر فريق استقبالا للأهداف أحرز 39 هدف، داخل في مرمى قصدي 39 هدف. وأكبر هزيمة خدها كانت من ألمانيا، كانت أكبر هزيمة تلقاها منتخب عربي كان المنتخب السعودي من ألمانيا 8-0. أما لو اتكلمنا عن أكثر منتخب إحرازا للأهداف كان المنتخب المغربي أحرز 14 هدف. يعني هو أكبر منتخب عربي أحرز أهداف 14 هدف. طبعا لو جينا بقى للأسوأ استقبالا للأهداف كان المنتخب السعودي طبعا متصدر، دخل فيه 39 هدف. يعني كان أكتر منتخب عربي يدخل في مرمى أهداف كانت السعودية 39 هدف. وده كان كل ما لدينا في الفيديو، وياريت نكون استمتعتم معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.